إخوة الإسلام، مرحبا بكم في هذه الجمعة الثالثة من جمعات هذا الشهر العظيم الكريم المبارك، شهر رمضان، الذي أسأل الله تبارك وتعالى في عليائه ونحن تحت سمائه أن يعيننا ويعينكم فيه على طاعته، وأن يجعل عملنا له خالصا، اللهم آمين آمين. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، في هذه الأيام القلائل الماضية رحل عن عالمنا عالم جليل، سيد من سادات العلم في الأمة الإسلامية. هذا العالم هو مصري النشأة والموطن والمولد، ولكنه خسارة فادحة للأمة الإسلامية بأسرها. موت عالم موت عالم، موت عالم موت عالم. وددت أن أقف معكم في هذه الخطبة عن فضل العشر الأواخر من رمضان أو عن فضل ليلة القدر، ولكني لا أستطيع أن أتحرك عن أن أقف وقفة مع هذا الرجل. هذا أقل الحقوق له علينا، فالناس في العلم عيال على هذا الرجل، الناس في العلم عيال على هذا الرجل، إذ أنه انتهج منهجا في العلم يسمى بأنه العلم الخادم لكل العلوم، ينتهج منهج مصطلح الحديث. وهذا قليل من العلماء من يأخذ هذا العلم ومن يأخذ هذه الصنعة. علم مصطلح الحديث علم الرجال حقا، لا يقوى عليه إلا الرجال، فهو العلم الخادم لكل فروع علم الدين. من يتكلم في الفقه من العلماء أو من تخصص في الفقه يحتاج إلى الدليل، يحتاج إلى صنعة هذا الرجل، يحتاج إلى الحديث. ومن تكلم في التفسير يستدل بالحديث، ومن تكلم أو تخصص في العقيدة يستدل بالحديث، ومن تكلم أو تخصص في الرقائق وفي الوعظ يحتاج أن يستند إلى الحديث. فعلم مصطلح الحديث هو العلم الخادم لكل علوم الدين ولكل فروع العلوم. هذا الرجل كان ممن تفردوا في هذا الزمان بهذا العلم، علم مصطلح الحديث. قلائل هم من تتلمذوا ومن تفردوا بهذا العلم، وكان هو من تلاميذ الشيخ الألباني رحمه الله. هذا الشيخ هو حجازي ابن محمد ابن شريف، هذا اسمه، والمكنى بأبي الفضل ابتداء، ثم المكنى بعد ذلك والمعروف بأبو إسحاق الحويني من محافظة كفر الشيخ. وتوفي خارج البلد بعد معاناة شديدة طويلة مع المرض. نسأل الله تبارك وتعالى في عليائه ونحن تحت سمائه أن يتغمده برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعله رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي عاش طيلة حياته يدافع ويزب عن سنته صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم تغمده برحمتك يا رحمن. اللهم إنه نزل عليك ضيفا فأكرمه يا كريم. اللهم إنه نزل عليك ضيفا فأكرمه يا كريم. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم تجاوز عن سيئاته واغفر له زلاته. اللهم عامله برحمتك ولا تعامله بعدلك، إنك أنت الرحيم الكريم. إخوة الإسلام، إن للعلم والعلماء مكانة عظيمة، فأهل العلم أهل العلم المخلصين في سماء العلم نجومها، وفي الأرض هداتها. فأهل العلم هم مصابيح الدجى ونجوم الهدى. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عنهم: يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد أهدوه. هذه مكانة أهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله عن أهل العلم: هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء. النجوم في السماء بيهتدي بها الخريت في الصحراء، بيهتدي إلى الطريق عن طريق النجوم. فأهل العلم في الأرض كالنجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض من طاعة الآباء والأمهات بنص الكتاب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: موت 1000 عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه. موت 1000 عابد، مش 1000 صايع أو 1000 واحد من عامة الناس. موت 1000 عابد يعني صوام قوام، يموت 1000 مقابل واحد من العلماء.
ليه؟ لأن العابد نفعه لنفسه، عبادته نفعها لنفسه، أما العالم فنفعه لغيره ولكل الأرض. نحن نروي عن ابن القيم وعن الإمام الذهبي وعن ابن تيمية وعن علماء كثر رحلوا بيننا وبينهم مئات السنين وآلاف السنين، علمهم يورث إلينا، فهم مصابيح الدجى التي نهتدي بها إلى طريق الحق. عمر بن الخطاب يقول: موت 1000 عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه. يقول ابن القيم معلقا على جملة عمر بن الخطاب: ووجه قول عمر لأن هذا العالم يهدم على إبليس كل ما يبنيه بعلمه وإرشاده، أما العابد فنفعه مقصور على نفسه، نفعه مقصور على نفسه. قال ابن مسعود: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. فأعظم مصاب أصيبت به الأمة هو أن يموت عالم من علمائها، مصيبة عظيمة. وكان أعظم مصاب أصيب به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن أهالوا عليه التراب بأيديهم، أهالوا على النبي صلى الله عليه وسلم التراب، دفنوه. كان أعظم مصاب أصيب به الصحابة أن يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يهيلوا عليه التراب في قبره بأيديهم. وكذلك أعظم مصاب تصاب به الأمة أن تفقد الأمة يوما بعد يوم عالما بعد عالم، لأن هذا خطر عظيم، خطر عظيم. يقول أيضا ابن مسعود: أتدرون كيف ينقض الإسلام؟ شوف بقى أهمية إن عالم يموت وزنها قد إيه. أتدرون كيف ينقض الإسلام؟ يكون في القبيلة، ده كلام ابن مسعود رضي الله عنه، يكون في القبيلة عالمان فيموت أحدهما فيذهب نصف العلم، ثم يموت الآخر فيذهب علمهم كله. ده لو في القبيلة الواحدة عالمين، مات واحد راح النص والتاني بعديه بشوية مات، أصبحت القبيلة كلها إيه؟ جاهلة، مفيش عالم يوجه، مفيش عالم يرشد. وقال ابن عباس: أتدرون ما ذهاب العلم؟ إزاي العلم يروح يعني؟ قلنا لا. قال: ذهاب العلماء، ذهاب العلم يعني بذهاب العلماء، ولا يزال عالم يموت حتى يكثر أهل الجهل، وقد ذهب أهل العلم فيعملون بالجهل ويدينون بغير الحق ويضلون عن سواء السبيل. ده معنى أن يموت فينا عالم، مصيبة عظيمة جدا، أمر جلل، أمر خطير. وقيل لسعيد بن جبير: ما علامة هلاك الناس؟ إيه العلامة اللي نعرف بها أن الناس هلكت؟ قال: إذا هلك علماؤهم، يعني إذا مات علماؤهم. طيب، ما هي علاقة هلاك الناس بموت العلماء؟ اللي يوضح لك دي سيدك النبي، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي هو في البخاري ومسلم من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس. انتبه، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا ما وجدوا الناس عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، كأمثال هكذا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا الناس وأضلوا. بكده يروح الايه؟ يروح الدين، يروح العلم. وحاجتنا إلى العلم أشد من حاجتنا إلى الطعام وإلى الشراب. كل واحد فينا لما بيقع في مسألة، فتوى طلاق، فتوى نكاح، فتوى ربا، أي فتوى، بيتجه لفين؟ للعالم. العلماء هم كالملح إلى الطعام، من غير الملح ما تاكلش الطعام، صح؟ فأكبر حرمان للأمة أن تفقد علماءها، أن تفقد أهل الفكر والرأي والحكمة والفقه والبصيرة، فهم كنوز الأمة الاستراتيجية. فالعلماء كنوز، حينما نفتقد يوما بعد يوم عالم بعد عالم نفتقد الكنوز بتاعتنا، نفتقد الفقه، نفتقد العلم، نفتقد التربية، نفتقد المعرفة، نفتقد الدين، نفتقد كل شيء بموت العلماء. فالأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف، طرف يعني طرف من أطراف الأرض، يعني كأن الأرض بتنقص بموت العلماء. الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف، كالأرض تحيا إذا ما الغيث، يعني المطر، إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. يعني الأرض لو ما نزل عليها مطر
عمرها ما هتخضر، عمرها ما هتنبت. كذلك أرض أو دين بغير علماء عمره ما يصلح. فالأمر خطير. شوف زيد بن وهب بيقول إيه؟ بيقول أتينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فذكر عمر. تذكر سيدنا عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب كان حصنا حصينا مليئا بالعلم الملهم، ينزل القرآن مؤيدا لرأيه رضي الله عنه وأرضاه. أكثر من موضع في القرآن سيدنا عمر يتفوه بالآية قبل أن تنزل، ينزل القرآن مؤيدا لرأي سيدنا عمر ملهم رضي الله عنه وأرضاه. زيد بن وهب يقول جلسنا مع عبد الله بن مسعود فذكر عمر فبكى حتى ابتل الحصى من دموعه. عمرك شفت واحد يبكي بهذه الحرقة؟ ده لو أبوك ميت مش هتبكي عليه هذا البكاء. لما ذكر سيدنا عمر بكى حتى ابتل الحصى من دموعه، ثم قال إن عمر، شوف مكانة سيدنا عمر، شوف مكانة العلم، إن عمر كان حصنا للإسلام، كان حصنا للإسلام يدخل الإسلام فيه ولا يخرج. فلما مات أثلم هذا الحصن. خلاص بعد سيدنا عمر خلاص ده كان حصن حصين الإسلام، الإسلام كان يدخل فيه ما يخرجش. بعد ما مات سيدنا عمر، بعد ما مات هذا القدر الكبير من العلم، أثلم هذا الحصن، أصبح مفتوح، اللي عايز يخرج يخرج واللي عايز يدخل يدخل. ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. وقال الشعبي ما جاءك من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذه. ما جاءك من أصحاب يعني ما جاءك من الروايات عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فخذه، ودع ما يقول هؤلاء السعافقة. من هم الصعافقة؟ الصعافقة دول بقى اللي هم بيدخلون السوق وليس لهم رأس مال، تاجر بغير رأس مال، ده اسمه الصعافقة. كان يدخل السوق يبيع لده ويبيع لده وياخد السمسرة بتاعته، ده اسمه سعفوق. فقال دعك من هؤلاء السعافقة الذين ليس لهم رأس مال. يقصد الدعاة أمثالي ليس لهم رأس مال من العلم. ليه؟ لأنه داخل ما عندوش رصيد من العلم، أو بيقول للناس وخلاص بيطجن. لكن العلماء، العالم ليه وزن، يعرف ازاي يخرجك من المشكلة بأقل الخسائر كما يقولون، يعرف ازاي يحطك على الطريق اللي يخلي ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك. قال سفيان بن عيينة وأي عقوبة أشد على أهل الجهل من أن يذهب أهل العلم. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبنا يا جماعة لما بيموت عالم ورا عالم، ده عقاب من ربنا لينا إحنا. وأي عقوبة أشد على أهل الجهل من أن يذهب أهل العلم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من سوده قومه على فقه. سوده يعني إيه؟ جعلوه سيد عليهم، يعني هو اللي يحكم فيهم، أمره مطاع بينهم. من سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم، ومن سوده قومه على فقه كان حياة له ولهم. شوف العلم، شوف مكانة العلم، ان يبقى السيد بتاعك عالم فقيه حكيم يعرف ازاي يدبر الامور ويدير الامر هكذا. فاعظم مصاب اصيبت به الامه هو ان يموت علمائها. وكما قلت لكم في بداية الكلام رحل عن عالمنا سيد من سادات العلماء هو الشيخ أبو إسحاق الحويني. بركة الأيام وحسنة الزمان رحمه الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يغفر له وأن يجعل مثواه الجنة وأن يجعله رفيق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم آمين. إذا عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.